مديرية الشؤون الدينية والأوقاف من خلال عملها تعتبر القوة الصامتة التي تشارك أفقيا وعموديا في جميع نشاطات الولاية. فلدينا 3 مقاييس: مقياس ما قبل عيد الأضحى، مقياس عيد الأضحى، ومقياس ما بعد عيد الأضحى. أما الذي يسبق عيد الأضحى فهو الذي يشبه عملكم مجموعة الصحفيون أنتم، والمتمثل في التحسيس والتوعية ونقل المعلومة، إذ نعتبر أنفسنا أداة إعلامية وهيئة إعلامية تتوسط ما بين المواطن وباقي الشركاء الذين يعملون خدمة للمواطن. فانطلقنا في دروس تحسيسية وتوعوية لكيفية أولا المساعدة في الحفاظ على البيئة، في كيفية المحافظة في المساعدة على المياه، في كيفية المحافظة على إعطاء صورة جميلة للجزائر العاصمة. يوم العيد سنقوم إن شاء الله بفتح جميع المصليات، خاصة في المدن الجديدة والمجمعات السكنية الجديدة، تمكينا للمواطن من أداء صلاة العيد قريبا من بيته. كما طلبنا كذلك أن يخصص بعض الأجزاء من المساجد التي بها ساحات كبيرة لعملية الذبح، حتى تتمكن من عملية التنقية وإبعاد الدم عن الأحياء والأزقة المتواجدة بقرب المساجد. بعد العيد سنمكن مجلس سبل الخيرات الذي ينتمي إلى مؤسسة المسجد من أجل المشاركة في إفراح جميع العائلات، خاصة العائلات الفقيرة.